اليوم غادي نهضروا على عشبة معروفة عند بزاف ديال العائلات المغربية، كتسمى مرد الدوش، وكيقولوا ليها حتى مرد كوش أو المردقوش. هاد العشبة كتدخل في بزاف ديال الوصفات، سواء في الطبخ أو في العلاج الطبيعي، وعندها طعم ونكهة مزيانة بزاف. لكن واش عارفين الفوائد الصحية ديالها؟ مرد الدوش معروف باللي كيرتاح ليه الجسم، حيث كيعاون بزاف على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب، وكينفع الناس اللي كيعانيو من الأرق والتوتر. كيتشرب كمنقوع قبل النعاس وكيعاون على نوم مريح. بالإضافة لهادشي عنده خصائص مضادة للالتهابات، وكينفع في تنظيم الهرمونات عند النساء، خصوصا في حالات اضطراب الدورة الشهرية. لكن خاصنا نكونوا واعيين أن كثرة الاستعمال ديالو، خصوصا على شكل زيت مركز أو فترات طويلة، ممكن تسبب هبوط في الضغط الدم، وهادشي ماشي مناسب للناس اللي عندهم الضغط ناقص. وكذلك ما خاصش الحوامل ياخدوه بلا استشارة طبية، حيث كيتقال عليه ممكن يسبب تقلصات في الرحم. يعني بحال أي عشبة، مرد الدوش مفيد، لكن خاصو ميزان واستعمال معقول باش نستافدوا منه بلا ضرر. نتمنى تكون الحلقة نالت إعجابكم، وتبقاو دائما بصحة وراحة. كنت معكم نادية، نشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله مع عشبة جديدة وفايدة جديدة. إلى اللقاء.